صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقه الواحد لسه مش قادر يعيش اجواء غير اجواء البطوله والمكسب وحلاوه افريقيا كده والاميره في الجزيره. ان شاء الله كده الاهلي يكون اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. انا بس كنت عايز اتكلم في موضوع بخصوص يعني التعليقات في الفتره الاخيره على ماتش الاهلي. كتير قوي هو والوداد، يعني كلام كتير وكلام رايح وكلام جاي، وما تعرفش يعني انتوا خلاص. مبروك، مليون مبروك للنادي الاهلي، ومليون مبروك على البطوله اللي خدها، ومليون مبروك لانه يستحق عن جداره. والاهلي عمل ماتش تكتيك عالي وعرف ياخد اللي هو عايزه من المباراه، وكان نازل من الاول قادر يعني يتحكم في الريتم شويه، ساب الاستحواذ للوداد، ثم هو بدا يتعامل مع الماتش ستيب باي ستيب. يعني بدا كده واحده واحده تعرف تشوف الاهلي، وخصوصا في اخر ربع ساعه. فالحقيقه انا بحيي من تاني وتالت النادي الاهلي وادارته وكولر وكابتن محمود الخطيب مره واثنين وثلاثه، وقبل ده كله وبعد ده كله، وصدقوني ده اهم حاجه، هو جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي حقيقه يعني مفيش كلام بيتقال عليه، وانا واحد منهم. يعني مش عشان انا واحد منهم، لا، بس هو جمهور محترم، جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور فعلا وراه في كل حته، وجمهوره ده حماه وعلى الحلوه والمره معاه. وبشكر كل الدول العربيه اللي وقفت مع النادي الاهلي، واللي وقفت في ظهره، واللي قالت كلام حلو عنه، واللي اتكلموا عن البطوله بشكل قوي. ويا رب كده التوفيق للفتره اللي جايه للنادي الاهلي، وان شاء الله يحقق بطولات اكتر واكتر. وجهزوا نفسكم بقى، الدوري خلاص اهو قرب، وان شاء الله كده الفتره اللي جايه تكون افراح واكتر واكتر للنادي الاهلي. وما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه مع احمد الافندي على قناه باكورد الحقيقه بس عندي. وتحياتي ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. دايما يا رب تكونوا بخير، وكل سنه وانتم طيبين في رعايه الله. السلام.